قبل ما يبقى اسمه مدفع رمضان كان اسمه مدفع الحاجة فاطمة. مدفع رمضان اضرب صوت الراديو. مين فينا ما استناش يسمع الجملة دي بفارغ الصبر علشان يكسر صيامه ويبل ريقه بعد صيام يوم طويل؟ يا سلام على فرحة الأطفال قبل الأذان لما يسمعوا صوت المدفع وهو بيضرب. حتى الكبار بيحسوا بفرحة كبيرة لما يسمعوا في التلفزيون والراديو جملة مدفع رمضان اضرب. مدفع رمضان من مظاهر البهجة اللي عايشة في وجدان المصريين والمرتبطة ارتباط وثيق بشهر رمضان الكريم. وعلى الرغم من تطور الحياة وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة ومكبرات الصوت، إلا أن الصايمين في مصر ما زالوا مرتبطين بصوت المدفع وما بيفطروش إلا بعد سماع صوت طلقاته. ولكن إزاي المدفع ده دخل حياة المصريين وأصبح جزء من ذاكرتهم ووجدانهم؟ وليه المصريين كانوا مسمينه مدفع الحاجة فاطمة؟ ده اللي احنا هنعرفه هنا في ملخص الحدوتة. من أكتر من 570 سنة، والكتير مننا مش عارف امتى وازاي بدأ هذا التقليد وارتباط عادة ضرب المدفع بشهر رمضان، لدرجة ان المؤرخين وعلماء الآثار اختلفوا فيما بينهم حول بداية استخدام المدفع في شهر رمضان. لكن هناك عدد من القصص تناولتها كتب التاريخ حول بداية هذه العادة عند المصريين، هنحكيها ونعرفها مع بعضنا في ملخص الحدوتة. تعتبر مدينة القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، ولهذه البداية عدة روايات تاريخية. الرواية الأولى تعود إلى عام 865 هجرية، عندما أراد السلطان المملوكي خوشقدم أن يجرب مدفعا جديدا عند غروب الشمس في شهر رمضان. فظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى موعد الإفطار، فخرج جموع أهالي القاهرة إلى مقر الحكم ليوجهوا الشكر للسلطان، الأمر الذي نال استحسان السلطان الذي قرر استمرار إطلاق المدفع بالإضافة إلى مدفع السحور والإمساك. وفي رواية تانية بتقول إن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا يقومون بتنظيف إحدى المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة وقت أذان المغرب وفي أحد أيام رمضان. فظن الشعب أن الحكومة اتبعت تقليدا جديدا للإعلان عن موعد الإفطار، وقد علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بما حدث، فأصدرت فرمانا باستخدام المدفع عند الإفطار والإمساك، وكذلك في الأعياد الرسمية، ومن هنا ارتبط اسمها باسم المدفع فأصبح اسمه مدفع الحاجة فاطمة. وأما الرواية الثالثة تفيد بأن إطلاق مدفع رمضان يعود لعهد حكم محمد علي باشا، حيث أراد تجربة إحدى المدافع التي وصلت من ألمانيا، وتصادف ذلك في وقت المغرب بأول أيام رمضان. فظن الشعب أن الحكومة أرادت تنبيههم بموعد الإفطار، مما نال استحسانه، وبدأوا يتحدثون عن المدفع، مما دفع محمد علي لاستمرار التجربة طوال الشهر. انتشرت بعد كده فكرة مدفع رمضان بين الدول العربية، حيث أصبح المدفع من معالم الشهر الكريم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.